الاستاذ عمرو الجنايني والدكتور اشرف صبحي طبعا انا قعدت معاهم كويس. فخلاص يمكن انا لما حسيت ان احنا حسيت ان احنا حسمنا الدوري خلاص الامور خلاص بقى يعني قعدتوا في اوتيل ولا قعدتوا فين؟ لا مش في اوتيل ولا حاجه، لا كانت قاعده كده في مكان كده في مكان على النيل وكده. اوكي. والقعده كانت منفصله على فكره، يعني الاستاذ عمرو الجنايني قاعده بس هو في نفس اليوم يعني، والدكتور اشرف قاعده تاني. بالظبط. كويس. كابتن حسام ابو ابراهيم ما كانوش موجودين؟ لا كان على اتصال طبعا، كان على اتصال وكانوا موجودين، ويعني ما هو اصل الناس مش هياخدوا خطوه من غير ما يكونوا راجعين لهم. طبعا المدير الفني ده اكيد من غير ما يكونوا راجعين لهم. ويمكن كان الكابتن حسام كان في مداخله في احد القنوات الفضائيه، وراجل طلع اتكلم عليها بشكل كويس، قال لك طبعا احنا يعني حابين ان احمد حسن يكون معانا الاول. نرجع للزمالك. تمام. فهو يمكن حصل طبعا ان انا قعدت مع الناس، والناس ابدوا رغبتهم. يمكن زي ما قلت لك ان كان من فتره طويله كان طبعا استاذ عمرو الجنايني كان عايز يقعد معايا والكلام ده وكده، وقعدنا طبعا مع بعض، وراجل يعني ابدى اهتمام النادي وابدى اهتمام من يعني كابتن حسام وكابتن ابراهيم ان الناس فعلا عايزينك تبقى موجود وبدورك المهم والكلام ده وكده. ده شيء طبعا اسعدني، يعني زي ما قلت لك انك انت النهارده لو مالكش دور ممكن في فريق، اكيد هيكون لك دور في مكان تاني، ودور هيكون فعال. فطبعا انا حتى يمكن والله رد على راجل قلت له يعني انت عارف انا لسه مرتبط بعقد، انما طبعا انا سعيد جدا سعيد جدا طبعا برغبه الناس وبرغبه نادي الزمالك ان انا اكون موجود، انما يعني انا لسه مرتبط بعقد مع النادي، وان شاء الله يكون يعني في خير باذن الله. قال لي على العموم احنا ابدينا رغبتنا، وانت برضه يعني ايه عشان تبقى عارف، والناس يعني مرحبين بيكم كده. حصل بعد كده طبعا اني جيت بالليل قعدت مع دكتور اشرف صبحي، وكان موجود طبعا محمد شيحه موجود اللي هو وكيل اللاعبين، ان هو الوسيط في ميدو اللي معاك ده. بالظبط. فيمكن قعدنا واتكلمنا، ونفس الحكايه طبعا، وكلموا طبعا الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، عشان الناس بس اللي بتقول لك ان كان في اتفاق والكلام ده وكده، ان كان بيفاوضني كان الكابتن حسام وكان الكابتن ابراهيم، كان هم اللي عندهم رغبه ان انا اكون موجود. ما كانش لسه كابتن حسن شحاته راجل، لا هو موجود ولا كان لسه كابتن حسن شحاته اسمه يعني مطروح، او ان كان في الفكر اصلا من الاساس. كلمت طبعا مع الدكتور اشرف صبحي، وقلت له يعني حتى محمد شيحه طبعا انا ما بحبش ادخل في الامور الماليه، قلت له والله انا طلباتي كذا 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 كذا. والامور الماليه على فكره عشان الناس برضه يبقى فاهم، انا ما بتفرقش معايا، انا اللي يفرق معايا التقدير والاحترام. ده المهم بالنسبه لي. ان انا لو الاقي ناس مقدراني وبتحترمني، ولا عندي اي مشكله بالنسبه للماديات دي خالص، بتديني وضع وبتديني احترام وبتديني تقديري، ده بالنسبه لي اهم من اي ماديات. عشان الناس اللي بتقول لك اصل الطلبات واصلي طلب واصلي مش عارف ايه، الموضوع ده يعني موضوع هي القيمه بتاعتك بس، مش اكتر من كده. الاساس بس كده، مش اكتر من كده. فطبعا انا قلت للناس والله انا قلت لمحمد شيحه وبلغته، وقلت له طبعا انا وضعي كذا 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 كذا. و ده الوقت ده ماتش حرس الحدود، لان انت قلت بعد ماتش حرس الحدود هو قال ان احمد كان قبل ماتش حرس الحدود، ولكن مش الماتش ده، كان الماتش ده كان ماتش ودي، كان ماتش ودي مش الماتش ده. ولكن حتى بعد يعني حتى الراجل يعني انا مش عايز ارجع للموضوع ده تاني خلاص، يعني لا مش هنرجع له، بس هو اللقطه جايبها محمد ان انت يعني ده يعتبر حضن خفيف قوي، وانت يا دوبك خدت حضن لا هو بس عشان انا بيبقى الواحد عرقان وكده، مش عايز تبهدل له القميص. نعم. فهو برضو دي شياكه منك، في لعيب يقوم داخل مبوظ قميص المدرب. انا عارف القصه دي كلها، ياما باظت قمصاننا يعني وبعدين يبوسك وهو عرقان بالظبط. فهو طبعا يمكن انا قلت للناس، وكان شيحه طبعا يعني يمكن كان في طبعا اتصال بيني وبين الكابتن حسام، وراجل يعني ابدى رغبته، راجل يمكن رحب جدا جدا، وقال لي على فكره طبعا عشان تبقى فاهم انا طالبك وانا حابب ان انت تكون موجود معايا، عشان في ناس كتير برضه كانت بتقول لك اصلي كابتن حسام واصلي هو مانع واصلي راجل. قال لي بص يعني مجلس الاداره مش هيتفاوض معاك الا لما بيرجعوا لي، وده طبيعي وده طبيعي طبعا. فيمكن طبعا انا قلت له يا كابتن حسام طبعا انا شيء يسعدني والكلام ده وكده، وان شاء الله ما فيش اي مشكله، وقلت للناس طلبات وكده، والمفاوضات ماشيه بشكل كويس يعني ما فيش اي مشكله خالص. انما هو طبعا يمكن الفتره الاخيره طبعا حته الاجهزه اللي اتغيرت، وان كابتن حسن جه والكلام ده وكده، يمكن دي اللي وقفت الدنيا شويه، لحد طبعا اكيد الكابتن حسن لازم هو اللي يجي، ولازم هو اللي يحدد ما كلمكش احتياجاته. لا طبعا هتصل على طول بكابتن لا في حته الزمالك مش بصراحه يعني لا هو بص انا عايز اقول لك على حاجه، اصل انا يعني دي حاجه مش هتستخبى. انا علاقتي انا وكابتن حسن
دي علاقه يعني مالهاش بقى علاقه ان انا اروح الزمالك او ماشي الزمالك. على فكره لحد دلوقتي انا ممكن اكون في نادي الزمالك وممكن ما اكونش في نادي الزمالك، لان احنا لسه خلاص. انا قلت للناس والله انا وضعي كذا 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 كذا، انما انا ما بفرضش نفسي على حد. الناس عايزين هم طبعا هيبلغوني، الناس مش عايزين خلاص انا عندي في حاجات تانية وممكن، لان زي ما قلت لك انا عايز العب كرة قدم. انا راجل منطقي هو حاجه واحده بس، اي مكان هأدي فيه واي مكان هوصل للطموح اللي انا عايزه. نعم. فبغض النظر عن الاسماء وكده، ولكن طبعا لما يكون في مكان بينافس على بطولات ومكان عنده قاعده جماهيريه كبيره، اعتقد ده بيساعد الواحد طبعا. طيب لما الكابتن حسام كلمك، بما ان انت على اتصال دائم بالكابتن حسن، هل قلت الكابتن حسن كان في اتصال بالكابتن حسام وكذا؟ هو عارف كل حاجه طبعا، عارف من حتى أكيد. من وقت الاتصال اكيد طبعا. طيب عارف. اكيد طبعا. انت ما جاوبتنيش عن سؤالي، هل هو بقى كلمك بعد ما مسك الزمالك؟ بص في اتصال طبعا بيني وبينك. انا بقول لك، بص عايز اقول لك من ساعه ما الكابتن حسن ترك المنتخب واحنا يعني شبه اتصال على الاقل اسبوعيا. يعني لازم اكد على طلبه ليك في الزمالك. ده سؤال عايز اسمع منه هو. انا مش عايز اقول طبعا عايز تسمع منه هو. انا مش عايز اقول طبعا رغبه الكابتن حسن، لان انا يعني اصلي يعني ايه لا انت بكسب بكل المقاييس. هقول لك يا كابتن، انا بسأل انما عليه انا هو. حابب حتى الناس لما اتكلموا معايا لسه من فتره قريبه، طبعا انت عارف احنا موقفنا ما عندناش اي مشكله خالص، بس طبيعي الكابتن حسن هيجي يقعد يشوف طلباته ايه. من ضمن الحاجات طبعا اللي سمعتها ان طلباته احمد حسن، طلباته فلان، طلباته فلان، طلباته فلان. انما يعني انا اللي انا عايز اقوله علاقتي بالكابتن حسن موضوع مختلف، سواء انا في الزمالك سواء انا مش في الزمالك. دي علاقه يعني بتكلم كابتن 6 سنين مع بعض طبعا. وانا ككابتن للمنتخب كل صغيره وكل كبيره مع كابتن حسن معاه. فالموضوع يعني دي عشره عمر يعني مش فالعلاقه الحمد لله علاقه قويه. وهو هيبتدي يروح امتى يا كابتن احمد؟ والله انا ما اعرفش طبعا. هو المفروض اني اكيد طبعا هم يعني انا ما ليش دخليات بالامور دي خالص. يعني هو اكيد طبعا يوم السبت او الاحد اعتقد ان وانا معلوماتي ان هو راجع بكره من اسكندريه وهيكون السبت في نادي الزمالك. يعني الله اعلم طبعا. بتمنى له طبعا كل التوفيق، لاني يعني كابتن حسن من الناس المحترمه جدا جدا جدا، وهيكون اضافه قويه لنادي الزمالك. هيجمع ناس كتير قوي وده مهم. يعني فعلا هتلاقي ناس كتير قوي نادي الزمالك، لان كابتن حسن بيحظى برضه بحب الجميع. طبعا كابتن حسن شحاته راجل على مستوى مصر بالظبط. شايف نفسك بالتيشيرت الابيض اللي بدات تعيش الاحساس ان انت لابس التيشيرت الابيض بتاع نادي الزمالك، وربما تلتقي مع التيشيرت الاحمر وسط جمهور النادي الاهلي، احساسك انت ايه بقى؟ لا هو بص يا كابتن مدحت، انا عايز اقول لك على حاجه. انا دايما بقول ان انا راجل محترف، وان انا بطبق الاحتراف بالشكل اللي الناس كلها بتقول ان الحمد لله احمد حسن شخصيه محترفه الحمد لله. فطبعا مفيش عواطف. بص هي لا العواطف موجوده. والعواطف لو مش موجوده النهارده مش هطلع واقول ان جمهور النادي الاهلي عمل لي احسن تكريم، ومش هطلع اقول ان جمهور النادي الاهلي سيظل جوه قلبي. مش هطلع اقول كل ده. العواطف دي موجوده، ولكن ما هو الناس كمان متفهمه ان ده حقي طبعا. يعني انا حتى النهارده والله بقابل ناس كتير قوي جدا كانت مدحت واهلاويه بشكل شديد جدا جدا، ولكن اللي بيعجبني حاجه الناس تقول لي ربنا يقدم لك الخير في اي حته انت فيها. طبعا لان الناس حاسه ان انا ما قصرتش معاهم. مفيش شك. انما العاطف موجوده طبعا. العاطف ده كلنا احنا بطبيعتنا شعب عاطفي. يعني ولكن مش قلقان وانت تلبس التيشيرت الابيض وتلعب التيشيرت الاحمر والجمهور والكلام ده. انا بص يا كابتن مدحت اللي يهمني في الاول وفي الاخر ان انا هفيد المكان ده ولا مش هفيد المكان ده، بغض النظر ان انا اروح النهارده. مثلا انا عايز اقول لك هو ده الاحتراف على فكره. بالظبط. يعني انا طبعا المكان اللي انا فيه هديله. امال انا رايح للمكان ده ليه؟ لا المكان اللي انا فيه ده هديله بقوه وهساعده ويحقق بطولات. انا بقول لك اي مكان. نادي الزمالك طبعا طبعا ايه المشكله؟ انا ما عنديش مشكله لو الناس والله النهارده حاسين ان انا هكون اضافه ليهم، والناس النهارده حاسين ان انا هيكون ليا دور وليا دور جوه الفريق بشكل كويس. ما انا